60 داهيه. انت فاكر كده ان هو هيروح بعيد، صح؟ ما انت غلبان، ما انتش عارف اللي فيها. الموضوع طلع كبير قوي. تخيل بقى ان الداهيه دي ما طلعتش مكان، طلعت اشخاص، ورقم 60 هو عددهم. ال60 داهيه دول طلعوا ان هم كانوا من اليمن. حكايتهم بدأت قبل الاسلام. كان في صراع بين قبيلتين، قبيله اسمها مسحج وقبيله اسمها همدان. اتكلم عن الصراع ده ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وقال انه مسحج هي اللي كانت دايما بتنتصر، فهمدان فكرت انها تعمل خديعة في مسحج بالاتفاق مع الفرس. همدان اقترحت على مسحج ان هم يعملوا قعدة عرب كده بينهم علشان يوقفوا الصراع ده، ومسحج صدقت وقامت بعت 60 شيخ من دواهي القبيله بتاعتهم علشان يحضروا القعده دي. الدواهي دي جمع داهيه، والداهيه هو الرجل الحكيم اللي كلمته مسموعه من القبيله. اول ما ال60 داهيه دول من قبيله مسحج وصلوا للقعده دي، همدان والفرس اتجمعوا عليهم وقتلوهم في واقعه شهيره جدا اسمها يوم الرزم. بعد ما الموضوع ده حصل، قبيله مسحج ضعفت واتفرقت ومات منهم ناس كتير، بس في واحد نجا منهم كان اسمه قيس بن مكشوح. احفظوا الاسم ده كويس علشان هنحتاجه قدام. بعد فتره حصلت ثوره مسحج الثانيه لطرد الفرس من صنعاء، وقيس بن مكشوح كان من بين القاده العسكريين في الثوره دي، وكان اقسم ان هو هياخد بطار قبيلته مسحج من الفرس عشان اللي عملوه في يوم الرزم. وفعلا دارت معركه قويه بين قيس بن مكشوح ومع اليمنيين وبين الفرس، وانتصر فيها قيس بن مكشوح. ويقال ان قيس بن مكشوح وهو بيقتل اعدائه كان عمال يقول في 60 داهيه، في 60 داهيه، يعني في مقابل ال60 شيخ من دواهي قبيلتي اللي اتقتلوا غدر على يد الفرس. ده طلع ان احنا كنا فاهمين موضوع في 60 داهيه ده غلط خالص.